السلام عليكم، أهلا بكم أخوتي في برنامجكم أوف سايد أفريكا، وآخر حلقة أوف سايد أفريكا اللي تجيكم من أي محتاج لغاية النسخة القادمة ولا العام القادم. أم، إذا حاولت نتعدل بعض الحلقة العوض البارح لأن الواحد كان في واحد الوضعية صعيبة بزاف، وضعية خايبة بزاف. يتخللها صدمة، يتخللها عدم فهم الأمور. هذا الفيديو ماش نمونطيه، غادي نحطو كما هو نيت، لأنه فيديو غنهضر فيه على بعض الأمور ولا بعض الأمور، لأن بزاف ديال الصفحات كتهضر، بزاف ناس كيهضرو وبزاف ناس كيحللو، وفي الآخر حتى واحد ما تيقول حاجة اللي هي على الطريق. حتى الهضرة نقول أنا معرفتش أصلا واش غتكون على الطريق ولا لا. المنتخب المغربي كيتقصى في دور مبكر نورمالمون على منتخب قيمته من دور 16 من كأس أفريقيا. نهضروا على بعض الأمور اللي دارها المنتخب المغربي بطريقة خايبة أو دارها بعض اللاعبين. أول حاجة هو الجو. أنا شايف أن الجو اللي لعبنا فيه خلقنا واحد الجو خايب ما كيساعدش على أنك تنجح فيه. وناحي من بداية المباراة يقول لك المصريين كيطيحوا كيغلبوا شوريتي وكلا ما كيهمنيش العرب، يعني أمور ما عرفش شنو كانت الدورة ديالها، شنو كانت القيمة ديالها، شنو هو الدور ديالها. دخلت راسك في بوليميك انت في غنى عنه، انت في غنى عنه. انت كان خصك تلطف الاجواء وتعطي اللاعبين وتعطي لراسك انت واحد الجو فين تقدر تعطي. درتي تصريحات، سواء تصريحات اوناحي سواء تصريحات الركري قبل الماتش ديال جنوب افريقيا. دخلت راسك واحد ستريس اخر، دخلت راسك واحد دوامه اخرى. انا الحمد لله قبل كاس افريقيا الحمد لله اول مره غيدخل المنتخب في واحد الكان بلا مشاكل. ما كاين مشكل مع لاعب، ما كاين مشكل مع جمهور، ما كاين يعني حتى الجمهور مكانش عندهم داك المشكل. هي كانت بعض الاختيارات ما كانش مشكل. يعني ما كانش مثلا بحال كان الفايت فاش غاب زياش وغاب مزراوي وكان كلشي كيشوف انه هاد دار شي حاجه غلط، شي حاجه ماشي طبيعيه. لا هاد كان دخلنا مزيان ما كناش مشكل مع الجمهور مع اللاعبين لا مع المدربين لا مع الاتحاد لا مع اللعبه. وكأن حنا ما راضيينش، كان خاصنا نجيبو مشكل. علاش خلقنا مشكل راسنا؟ حنا بغينا نخلقو المشكل، خلقنا مشكل، خلقو نحيم، خلقو الركراكي وكاع الناس اللي كنا كنقولو عليهم هما دابا كيضحكوا علينا، وهما دابا كنتعرضوا للتحفيله والطنز منهم. هذا من جانب. الجانب الفني والتكتيكي، اكيد اليوم المنتخب تاثر بغياب زياش، وبزاف د الناس اللي كانوا كيقولوا زياش وكذا وسميتو دابا عرفتو علاش كنا كنقولوا انا زياش ما خصوش يغيب، سواء ما قبل الركراكي او ما بعد الركراكي. لان زياش عنده دور في الابداع على مستوى الخط الهجومي. هو المبدع، هو الكاف، فوقاش يعطيك باس، فوقاش يعطيك بينيه، فوقاش يتيري، فوقاش يعني كان عنده حلول. كان لو كان اليوم ربما نقول ربما فقط وقيل كان امر التغيير. كان ممكن من كره واحده كان ممكن اننا نعالجوا الامور. الجهه اليسرى خصها هضره هادي، اكثر جهه عشوائيه، جهه مبنيه على العشوائيه. الجهه اليسرى، الجهه اليسرى ديال الجهه اللي عارف دار شي حاجه يديرها وهذا غلط. وعلاش؟
اولا عدم الثبات، يعني شفت الجهه اليمنى من غير غياب زياج، لو كان زياج مثلا حاضر كان غادي يحضر اليوم وغتكون عندك الجهه اليمنى مقاده. حكيمي وناحي حكيم زياج. في حاجه الجهه اليسرى، اولا سليم املاح ربما اياه دفاعيا مزيان، واني راه هجوميا راه والو، راه والو هجوميا، راه والو الناس، ما كاينش انسجام اللي كان على الجهه اليمنى، اضافه للتغيير المتواصل على الجهه اليسرى. بديتي بجوج ماتشات الاولين بالشيبي، واخا ماشي مركزو لعب مزيان، من بعد الماتش الاخر لعبتي بعطية الله، من بعد الماتش الاول خدتي مزراوي، يعني كان واحد التخربيق على مستوى التشكيل، يعني داك المثلث ما عطيتيش الفرصه ينسجم، عطيتي واحد المثلث ما يتبدلش الا باصابه او الا نسبه واحد العام ما تيعطيش فعلا، وخص تدخل واحد اخر يعطي بلاصتو بحال الجهه اليمنى. عدم الثبات خلى واحد العشوائيه كبيره في الجهه اليسرى، واللي عارف يدير شي حاجه يديرها في ديك الجهه اليسرى، في حين الجهه اليمنى هي اللي كان فيها الخطوره. آه هذه جهه من الجهه اليسرى. من اهم جهه هي تسعود. تسعود ما عندناش تسعود، نكون واضحين، ما عندناش تسعود. النصيري ماشي تسعود، تسعود اللي تعول عليه للاسف. يمكن انت كتلعب دفاع يمكن ينعاونك، ولكن باش تكون انت مبادر ومهاجم فهو ماشي تسعود، كعبي ماشي تسعود. تزود عليه ماشي تسعود، ماشي تسعود بري، وحمد الله ماشي تسعود، باش نيت نهنيكم انا يعني باش ما تقولوش لا كان خصي يجي حمد الله، صح حمد الله ماشي تسعود، لان شفنا حمد الله سيجي منتخب سيكون لاعب اخر، لاعب اخر ما. وانا هنا غادي نتفق مع بوتريكا، لان الهضره اللي قالها بوتريكا في اقل من دقيقه تلخص كل شيء، باش ما نبداوش نخربوا، باش هاد الاقصاء عاوتاني شتنا ونبداو غير نخربقوا. بوتريكا قال لك انه هاد المجموعه خصها تدعم، نعم خصها تدعم، خصها تدعم، خصها تطعم في بعض المراكز. المدرب خصو يدعم، نعم خصو يدعم، لان المدرب الا فشل في هذه البطوله فراه نجحك في كاس العالم. طبعا هذا لا يعني انه مثلا لا يسأل، لا يسأل وخصو يصحح الامور، ولكن كما قلنا راه اقل من سنه على كأس افريقيا الجاي في المغرب، فتغيير المدرب ما غاش ينفعك، بالعكس خلي الاستقرار غيكون مهم. الاستقرار خلي ورقري خصو يتعلم من الاخطاء ديال هذه النسخه، محتاج كما قال انه يتدعم، ومحتاج لتمنية مع أناحي مختلف على أناحي ومختلف على ملاح اللي كيلعب على الجانب الهجومي بزاف، اللي عنده شوية الإبداعية في الهجوم، باش المثلث اللي عندك على الجهة اليمنى يطبق أولسو على الجهة اليسرى. وخصك تسعود، دونك هاد التسعود منين نجيبو؟ نجيبو التسعود؟ فابراهيم صلاح بلا ما نفكرو فيه ماشي تسعود، الوزاني تا هو ماشي تسعود، وفكرت في هاد التسعود اللي محتاجين وفعلا لقيت تسعود، ولكن للأسف ما تيلقاش الدعم وما تيلقاش يعني الحضن وما تيلقاش الفرص، اللي هو عبد الله الريحاني. عبد الله الريحاني مهاجم واعر، مهاجم تسعود، مهاري، سريع، وايضا عنده النجاعة كبيرة بزاف. المهاجم اللي كيلعب في اتلتيكو مدريد بي، اللي لو خدم عليه ركراكي وعطى ليه القوة والدعم غيكتشف تسعود حنا كلنا مكناش عارفينه اللي كاين. هاد اللاعب هضرت عليه قبل وقلت انه هو خليفة بودربال، هو التسعود اللي ممكن يكون تسعود اسطوري من بعد
من السنوات. سيت عمره 19 سنة، وهذا عمر حاليا مش عمر صغير. دابا ولاو الناس ب 17 16 عام وكيديروا الإعجاب في الفريق الأول. خاسر رقراقي يستدعي الريحان، يعطيه فرص في بعض المعسكرات، يلعب به، يعطيه الدعم، يعطيه القوة، ونشوفوا أنا ممكن أنا نديرو شي حاجة مع الريحان كاتسوي. هذه فقط أفكار، لا أعلم إن كانت هي صح ولا غلط. المهم كان معكم أي معتمد أوف سايد أفريكا، ونرجع إن شاء الله الكرة الأوروبية، ونرجعوا لفريقنا أتلتيكو مدريد والفرق الشامبيونز ليغ اللي بدات قريبا عن قريب. والسلام عليكم تعالى وبركاته.